السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم غنقدم لكم واحد الطاجين ديال الحوت. عندنا هنايا جوج خيزوات مقطعين كبارين، شويه المعدنوس والكرافس مقطعين مزيان، وخليو داك العويضات ديال الكرافس خليهم شويه باينين باش يعطونا داك اللوغو ديالهم. شويه ديال المليحه، والشرموله ديال الحوت عندنا فيها 3 فصوص تاع الثوم محكوكين، شويه البزار، شويه السكينجبير، شويه الفلفل الاحمر او التحميره، شويه الخرقوم عود، شويه القزبر، شويه ديال الخل، شويه الملحه وخضر من الملحه في الطاجين باش يجينا حتى الحوت تا هو شويه فيه الملوحيه. كنديرو تا هو شويه فيه ديال الملحه وشويه المعدنوس والكرافس تا هما في الشرموله. كنديرو شويه في الطاجين وشويه في الشرموله، تنخلطوا هادشي مزيان وتنديروا فيه الحوت، تنشرملوا فيه الحوت مزيان. اللي عنده الوقت يخلي هاد الشرموله مرقده فيها الحوت تقريبا ساعتين 3 سوايع. اللي ما عندوش الوقت بحال دابا حنايا دغيا درنا دغيا نديرو في الطاجين يخلي يديرو. حتى الطريقه كتجي زوينه، ولكن الرقاد كيجي احسن. المهم هاد الطاجين هذا راه طايب على الفاخر، على المجمر ديال الفاخر، راه تيجي زوين في الفاخر. الناس اللي تاكل الطواجن ديال المجمر ديال الفاخر هما اللي غادي تجي الطواجن صراحه زوينين، وتاع البوطه كيجيو زوينين، ولكن الفاخر عنده واحد الطعم اخر. وهنايا الحوت راه تقريبا راه هنايا عفوا، راه هنايا حنايا غاسلينه مزيان ومصاوبينه. ان شاء الله شي مره نشارك معكم الطريقه ديال غسيل الحوت وكيفاش تصاوبوه، شي مره ان شاء الله غادي نشاركها معكم. الطاجين هذا ما فيش الخضره بزاف، في غير خيزو فرشناه لتحت باش ما يتحرقش الحوت. ما فيه لا بصله ولا والو، حيت البصله كتطلق الماء والحوت هو كيطلق الماء، ولا بغينا نديرو فلفله خضراء حتى هي كتطلق الماء. ما كيجيش داك الطاجين مرغي، ما كيجيش زوين، كيجي طالق الماء بزاف. خاصنا حنايا خاص الطاجين يجي مرغي ما يجيش فيه الماء بزاف. كنديروا هاد الطريقه هذه. كاين الحوت اللي كيطلق الماء، كاين الحوت اللي كيطلق الماء، ملي كدير داك الخضره بزاف كتطلق الماء ما كيجيش زوين، ولا فوتي فيه الطياب بزاف ما كيبقاش فيه اللوغو ديالو زوين. فلهذا دي الطريقه ديالو حنايا كنديروا ليه. هذه الطريقه حنايا المعتمده عندنا. ولا بغينا نديرو بعض المرات بطاطا بحال الدراج الصغار وهذه تنديروها هكايا من الفوق. اما اليوم ما غنديروش البطاطا، غنخليه بحكا عادي، ما نديروش البطاطا حيت كاين هنا الحوت كتير ما نديروهاش. ولا بقات شويه الشرموله في التفصيل اللي خلطنا فيه الحوت تنديروها من الفوق مزيان، تندردروها باش تيجي داك الحوت مشرمل. ودابا قطعنا جوج حبات ديال المطيشه غنزينوا بهم الطاجين. قطعهم لي طرونش بحال هكا. عندنا هنايا واحد العصير ديال الحامضه تنديروه من الفوق، تنعصروه من الفوق على الحوت، وتنديروا واحد الحامضه تنقطعوها بحال هكايا
على الحوت يجي توا زوين الحامض، ضروري خاصو يكون في الحوت، يعطي توا واحد لوك زوين. وحده راه عصرناها درناها فوق الحوت، وواحده غادي نزينو بها. والحاره ضروري بطبيعه الحال للناس اللي تعجبهم الحاره، نديرو واحد الحاره. والزيت ما تنساوش الزيت، دابا حنايا غادي نديرو شويه الزيت من الفوق. الزيت الرومي بطبيعه الحال ما تنديروش في الاول نهائيا، وما تنديروش مع الشرموله، تنديروها شويه من الفوق. وإلا عجبكم فيديو ما تبخلوش بلي لايك ديالكم، وبالصحه والراحه. وشويه ديال الزيتون، حنا ما تنديروه حتى الاخر حتى كي قرب يطيب الطاجين. وبالصحه والراحه.